فيلم ستار جيت. بتبدأ أحداث الفيلم في شمال الصحراء الإفريقية سنة 8000 قبل الميلاد، وبيكون في مجموعة من البشر عايشين في الصحراء حياة بدائية. فجأة بتظهر قدامهم مركبة فضائية ضخمة نازلة من السماء، وما بيكونوش فاهمين إيه اللي بيحصل، وبيكون نازل منها نور قوي على الأرض. بعد كده بنروح لمصر سنة 1928 في موقع أثري بيتم التنقيب فيه عن الآثار، وبيكون في بنت صغيرة اسمها كاثرين مع أبوها عالم الآثار، وبتلاقي قدامها سلسلة كانت مدفونة فبتاخدها ليها. وبعدها بنشوف كل الموجودين في الموقع بيروحوا على مكان معين لأنه بيتم اكتشاف بوابة أثرية ضخمة فيه، وبيكون تحتها آثار مدفونة. بيعدي سنين وبنروح لسنة 1994، بنشوف كاثرين بعد ما كبرت في السن وبقت ست عجوزة بتروح تحضر محاضرة لعالم اسمه جاكسون بيتكلم عن طريقة بناء الأهرامات، وإنه مش عارف الأهرامات اتبنت إزاي، والموضوع لغز كبير بالنسبة له وبالنسبة للعالم كله. طبعا مفيش حد من الناس اللي قاعدة بيهتم بالمحاضرة فبيسيبوه ويمشوا، وبتكون كاثرين مراقبة جاكسون من بعيد، وبتطلب من حراسها إنهم يجيبوا جاكسون لعربيتها، وبتعرض عليه إنه يشتغل معاها مترجم للغة الهيروغليفية، وبتديله فرصة يفكر. فبيقبل جاكسون الوظيفة على طول، وبيروح على المكان اللي فيه كاثرين، وده مكان تبع الجيش الامريكي. فبيشوف قدامه اثار ضخمه منقوش عليها لغه غريبه، طبعا بيكون دراسته كلها في اللغات القديمه، فبيقدر انه يفك جزء من الرموز اللي قدامه بسهوله، وبيقول لهم انهم كانوا مترجمينها غلط، وان الرموز بتدل على حاجه اسمها بوابه النجوم، ودي بوابه بترجع ل 5000 سنه. بيتدخل العقيد اونيل في الحوار وبيقول لهم انها بترجع ل 10000 سنه حسب الابحاث اللي تمت على الاثار دي. بيستمر جاكسون في دراسه الاثار اللي قدامه، وبيعدي اسبوعين وبيكون قدر يترجم كل الرموز المنقوشه قدامه لحد ما بيقدر يحلهم، وبيعرف انها رموز خاصه بالنجوم، وبيكون نجح في فك اللغز اللي قدامه. بيجمع كل العلماء وكاثرين علشان يشرح لهم اللي وصل له، وساعتها بيحيوه على الانجاز اللي هو عمله في اسبوعين بس، وهم ما قدروش يوصلوا لده في سنتين، وبيسمحوا له يشوف لاول مره بوابه النجوم اللي ابو كاثرين لقاها مدفونه سنه 1928، وبيقدروا انهم يدخلوا الرموز اللي جاكسون اكتشفها على البوابه. بيحصل زلزال قوي وبتنفتح البوابه قدامهم، وبيبعتوا راجل آلي فيها علشان يعرفوا ايه اللي موجود الناحيه التانيه، وبيلاقوا ان الراجل الآلي اتنقل لكوكب تاني من خلال البوابه، وبيقدر انه يبعت لهم تقرير كامل عن حاله الكوكب اللي هو عليه قبل ما اشارته تفصل ويفقدوه تماما. بيلاحظوا ان طبيعه الجو شبه طبيعه كوكب الارض وانها قابله للحياه، فبيقرر القائد انهم لازم يبعتوا مهمه استكشافيه للكوكب الجديد المكتشف من خلال بوابه النجوم. جاكسون بيطلب انه يبقى من ضمن فريق الاستكشاف، فبيجهزوا نفسهم للمرور من خلال البوابه، وبياخدوا معاهم كل المعدات والاسلحه اللي ممكن يحتاجوها في رحلتهم لحد ما يرجعوا من تاني لكوكب الارض. كاثرين بتكون مبسوطه باللي وصلوا له، وبتدي لجاكسون السلسله بتاعتها اللي خدتها من الموقع الاثري لما كانت صغيره مع ابوها لحظه اكتشاف البوابه. بيدخلوا كلهم البوابه وبيلاقوا نفسهم على كوكب مختلف تماما، فبتتقفل البوابه وراهم. بيخرجوا كلهم من المكان اللي هم فيه وبيلاقوا نفسهم وسط صحراء كبيره. بيفضلوا ماشيين فبيبصوا وراهم فبيلاقوا نفسهم كانوا في قلب معبد كبير، والسماء فيها 3 اقمار ظاهرين بالنهار. بيبدا الفريق في التخيم لان المفروض قدامهم ساعه واحده بس، وجاكسون يفتح البوابه ويرجعوا من تاني لكوكبهم. جاكسون بيصدمهم وبيقول لهم انه مش هيقدر يرجعهم الا لما يعرف الرمز الصحيح عشان يفتح البوابه، وانه كان فاكر انه هيلاقي منحوته اثريه يعرف منها الترتيب الصحيح، ومن خلالها هيقدر يفتح البوابه من تاني. الفريق بيعرف انهم محبوسين في الكوكب لحد ما جاكسون يلاقي المنحوته دي. جاكسون بيكون قاعد في الصحراء ما بياخد باله من اثار رجلين على الرمله، فبيمشي وراه لحد ما بيلاقي مخلوق غريب قدامه، فبيقرب منه وبيلاقي فيه الجام عليه، وده معناه انه ليه صاحب. ولما بيروح له بيكون اونيل وفريقه وراه. جاكسون بيحاول انه يلمسه بس المخلوق بيجري منه، والحبل بتاعه بيشبك في رجليه، فبيسحبه معاه لحد ما بيوصل مكان فيه تجمع ناس كتير. اونيل بيروح له وبيتحركوا ناحيه التجمع ده. بيقرب منهم جاكسون وبيحاول يتكلم معاهم بكل اللغات اللي يعرفها، بس مفيش حد بيفهمه ولا هم بيفهموه، لحد ما في واحد من الناس بيشوف السلسله اللي جاكسون لابسها، فبيرجع له كل الناس، وبيجي الزعيم بتاعهم وبيعرض على جاكسون بلغه الاشاره انه يجي معاه المدينه بتاعتهم. جاكسون بيروح معاه هو اونيل للمدينه بتاعتهم، وبيعرف جاكسون ان سكان المدينه فاكرين ان راعي اله المصريين هو اللي بعتهم، علشان كده بيعاملوهم كويس. فجاه بيضرب انذار في المدينه، وبيكون ده معناه ان في خطر قريب منهم، وبيكون عاصفه رمليه قويه ولازم الكل يستخبى منها فورا. فبيدخل كل سكان المدينه المباني اللي حواليهم لحد ما العاصفه بتنتهي. زعيم المدينه بيعمل احتفال بجاكسون واللي معاه. جاكسون بيحاول يرسم عين راع على الارض، فبيلاقيهم خافوا منه. بيروح جاكسون علشان يرتاح، فبيلاقي بنت داخله عليه علشان تخدمه، فبيحاول انه يشرح لها بلغه الاشاره انه عايز يوصل للمكان اللي فيه الرموز الاثريه علشان يقدر يفتح البوابه تاني ويعدي من خلالها، وساعتها البنت بتفهم قصده فبتاخده لمكان معين. وفي نفس الوقت بيبقى باقي الفريق قاعدين في الهرم مستنيين اي اشاره من اونيل علشان يتواصل معاهم. بيحصل زلزال قوي في المكان بيهز المعبد، فبينزل سفينه ضخمه جدا عليهم من فوق، وبيحسوا بحركه في المكان وان في حد بيتحرك حواليهم، فبيتخطفوا واحد ورا التاني لحد ما بيتبقى شخص واحد فيهم، فبياخدوه للملك. في نفس الوقت اونيل بيحاول
انه يتواصل معاهم، بس مش بيعرف يوصل لهم بسبب العاصفه، فبيفكر ان الاتصال مقطوع بسبب كده، وان الجو لما يتعدل هيقدر يتواصل معاهم. بيفضل اونيل يدور على جاكسون لحد ما بيلاقيه في ممر صغير وحواليه رموز بيحاول يفكها. جاكسون بيكون قدر يعرف قصه العالم اللي هو فيه من خلال الرسومات اللي حواليه، وبيقول لاونيل ان زمان كان في مسافر بين النجوم، كان كوكبه بيحتضر وبينتهي، فهرب من الكوكب وفضل يدور على كوكب صالح للحياه لحد ما استقر على الكوكب اللي هم عليه دلوقتي. وعشان كان ضعيف قدر انه يستحوذ على جسم بشري، ولقى انه قدر يعيش حياه ابديه من خلال انه يتنقل بين اجسام البشر، واخد شكل انسان واتسمى برع، وحكم الكوكب بسبب قوته، واستخدم بوابه النجوم اللي كانت على سفينته علشان يجيب ناس من كل العوالم تساعده في استخراج نوع معدن معين بيساعده في انه يفضل حي، وكان معاه حراس علشان يمنعوا اي حركه تمرد ممكن تحصل ضده. وبيكمل جاكسون قرايه في الرموز اللي حواليه لحد ما بيلاقي منحوته اللي عليها الرمز اللي هتفتح البوابه تاني وتخليهم يرجعوا لكوكب الارض من تاني، بس بيلاقي 6 رموز من اصل 7، وبيكون الرمز الاخير ممحي ومش باين منه حاجه. العاصفه بتكون هديت، وساعتها بيتحرك اونيل وفريقه للمعبد اللي طلعوا منه، وبيشوفوا مركبه ضخمه موجوده في نفس المكان. ولما بيدخلوا المعبد بيلاقوا ان في حراس حواليهم لابسين بدل غريبه وبيحاولوا يقتلوهم. بيضطر اونيل وجاكسون ساعتها انهم يستسلموا قبل ما يحصل فيهم زي اللي حصل لباقي الفريق، فبيتنقلوا للمركبه نفسها وبيظهر قدامهم الملك، وبيكون الملك قدر انه يلاقي القنبله اللي اونيل جابها معاه بدون ما حد يعرف السبب. وبيستغرب جاكسون ان اونيل جايب قنبله زي دي في مكان رايحين يستكشفوه مش يدمروه، وبيفهم ان في حاجه اونيل بيخطط ليها من وراه. وساعتها اونيل بيحاول انه يضرب الحراس اللي حواليه علشان يقتل الملك. هو واحد من الحراس بيضرب اونيل بسلاحه، لكن جاكسون بيحميه والضربه بتيجي فيه هو وبيقع على الارض، فبيفقد الوعي، والحراس بيقبضوا على اونيل وبيرموه في الزنزانه مع باقي الفريق بتاعه اللي اتقبض عليهم في المعبد. وبيأمر الملك الحراس انهم ياخدوا المركبات بتاعتهم ويهاجموا المدينه عقابا ليهم علشان يساعدوا جاكسون واللي معاه. فبتتحرك المركبات وبتضرب في المدينه وبتقتل سكانها، وبعدها بيرجعوا من تاني على الهرم، وبيكون جاكسون لسه ما ماتش. ولما بيفوق بيلاقي نفسه نايم في تابوت خاص بالملك، وبيلاقي ان كل الجروح والاصابات اللي عنده اختفت ومش حاسس باي وجع خالص. وبيفضل ماشي في الهرم لحد ما بيوصل لاوضه الملك رع، وبيكون الملك واقف قدامه وبيقول له ان الجسم البشري سهل يتعالج، علشان كده هو حب انه يستمر في الشكل البشري اللي اخده، وان فتح جاكسون البوابه من اكبر غلط عمله، لان رع وصل للقنبله اللي كانت معاهم، ولو استخدم معدنه عليها ورجعها للارض من تاني هتزيد من قوتها التدميريه، وبكده يقدر يدمر كوكب الارض زي ما عمل مع حضارات تانيه زمان، وانه الملك الوحيد ومفيش حد يقدر يتحداه ولا يقف ضده. وبيقول لجاكسون هيخليه يقتل زمايله في محاكمه اعدام قدام المعبد غصب عنه، والا هيقتله ويقتل كل شخص ساعده. وساعتها بينادي رع لاجتماع طارئ قدام المعبد علشان يعدم زمايل جاكسون، وبيديله سلاح علشان يقتلهم بيه. لكن ساعتها واحد من سكان المدينه بيكون وصل للاسلحه بتاعت اونيل، واول ما جاكسون بيقلب على رع كل واحد من المدينه معاه سلاح بيضرب بيه علشان ينقذوا فريق اونيل من الموت. وبيقدروا انهم يهربوا في الصحراء من ايد رع، وبيستخبوا في مكان وسط الجبال علشان يفكروا في خطه ويعرفوا هيعملوا ايه. اونيل بيعترف لهم انه كان واخد اوامر انه لو حس باي خطر في الكوكب الجديد يدمر البوابه فورا علشان ما يبقاش في اي سبيل للعوده ويحمي كوكب الارض من اي خطر. بس خطته فشلت دلوقتي، والقنبله مع رع وهو اللي هيبعتها للارض علشان تدمرها، فبيفكروا ازاي يوقفوه باي طريقه. وبيبقى اونيل فاكر ان موضوع تفجير البوابه سهل، وانه كان ممكن يضحي بحياه زمايله مقابل انه ينقذ الارض، وما اهتمش بحياتهم قد ما اهتم بالاوامر اللي اخدها، وان المخطط كان اسهل لو كان جاكسون عرف ازاي يرجعهم من تاني من خلال البوابه للارض. في نفس الوقت بيكون الملك رع متعصب وقالب على حراسه لان المساجين هربوا من تحت ايده ومش قادر يلاقيهم، فبيطلع خاتم وبيلبسه في ايده، وبتطلع طاقه كبيره من الخاتم لدرجه ان الحارس بيترمي بعيد عن مكانه. رع بيروح له وبيحط ايده على راسه وبيقتله عقابا على فشله، وبيقول لباقي حراسه انهم يكملوا بحث لحد ما يلاقوا المساجين ومعاهم جاكسون. اونيل بيكون عمل خطه وهي انه ينضم للعمال اللي في المناجم وهم متنكرين ويستنوا اللحظه المناسبه لحد ما يهجموا على الحراس المسؤول عن مراقبتهم. طبعا العمال كلهم فاكرين ان الحراس دول اشخاص خارقين، لكن جاكسون بيكشف لهم انه انسان طبيعي، وان القناع اللي قدامهم ده هو بدله مش اكتر، وان رع بشري زيهم ممكن يقتلوه عادي. في الوقت ده بيكون رع مستني قافله جايه من المناجم ومعاهم المعدن اللي هيزيد من قوه القنبله، وبتدخل القافله للمعبد وهم متنكرين وبيقتلوا الحراس اللي فيه، بس باب المعبد بيتقفل وراهم، وبيفضل اونيل وجاكسون محبوسين جوه وباقي الفريق موجودين بره في الصحراء. فبيجي اونيل وبيلاقي القنبله قدام البوابه، وبيقرر انه لازم يشغلها ويدمر البوابه بعد ما كل فريقه يعدي، وانه يضحي بنفسه في سبيل انقاذ فريقه والارض. وبتبقى القنبله قدامها 7 دقايق بس على انها تنفجر، لكن بيظهر حارس من وراهم وبيحاول يقتل جاكسون، لكن بتيجي في البنت اللي معاهم. جاكسون بيحاول ينقلها لتابوت الملك علشان يلحق يعالجها قبل ما تموت. الملك رع بيشوف جاكسون وهو رايح للتابوت، نفس الوقت
وبيحاول اونيل انه يقتل الحارس قبل ما يدمر القنبله، وبينجح اونيل انه يقتل الحارس عن طريق انه يفتح البوابه اللي بيتنقل بيها الحراس من المعبد للهرم، وبتكون البوابه نازله على نص جسم الحارس فبيتنقل نص جسمه بس للملك. في نفس اللحظه بيقدر جاكسون والبنت اللي معاه انهم يرجعوا من تاني للمعبد. في اللحظه دي بيكون كل الشعب المدينه قلبوا على رع وقرروا انهم يهجموا على المعبد والهرم علشان يقتلوا اي حد من حراسه. فبيخاف رع وبيطير بالهرم بتاعه بعيد عن الكوكب، وبيكون فاضل قدام القنبله 10 ثواني بس وتنفجر. فبيجي فكره لجاكسون واونيل انهم من خلال البوابه يقدروا يبعتوا القنبله للهرم بعد ما بقى بعيد عن الكوكب، وفعلا بينجحوا في انهم يبعتوا القنبله لهرم رع وبتنفجر بيه في الفضاء وبيتم القضاء عليه تماما. جاكسون بيكون قدر انه يحل الرموز اللي هتفتح البوابه تاني وترجعهم للارض، فبيختار انه يفضل على الكوكب اللي هو فيه علشان يفضل مع حبيبته، وبيخلي اونيل يرجع من تاني للارض هو وفريقه، وبينتهي فيلمنا. شكرا للمشاهدة. لو انت مش مشترك في القناة اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس، وانتظرنا في فيلم جديد. سلام.